السلام عليكم الخوت، تحياتي لكم كاملين. بزاف سمعوا القرارات الجديده اللي اتخذوا في مدونات الاسره، ولكن بزاف ما مسوقينش ليها. واجي عندي نبين لك تسمع اجي باش تعرف شنو هما التعديلات اللي غادي يديروا في المدونه الجديده. نعم اسيدي، شحال هذه كنتي لا طلقتي المراه كتفرق الدار انت وياها بالنص، كتفرقوا كلشي بالنص. دابا سيدي قال لك لا طلقتي انت والمراه، واخا تكون الدار ديالك غتخرج وتخليها لولادك، غتخليها لمرتك ولولادك وتخرج بحالتك من الدار. هذه الاولى. الثانيه سيدي قال لك بان لا طلقتي المراه نورمالمون حنا كنعرفوا واش كتخلص النفقه. المراه فاش كتزوج صافي ما كتبقاش تعطيها النفقه ديال الدراري، كتحبس. دابا لا، واخا تزوج مرتك غتبقى تعطيها النفقه ديال الدراري، وغتعطيها 20% من الصالير ديالك، يعني اوتوماتيكمون من البنك غتقطع لك 20%. هذه الثانيه. الثالثه نعم سيدي، كانت المراه اللي تزوجات كتسقط عليها الحضانه، كترجع لك الحضانه انت الدراري كيجيو لعندك. دابا لا، واخا تزوج المراه غتبقى الحضانه ليها هي، انت ما تجيكش الحضانه. ولكن الاخطر في الامر، سمعوا التعديل اللي انا بعدا قلت اللي راسي ضرني فيه. نعم سيدي قال لك شحال هذه كما كنعرفوا كانت الولايه عند الرجل على المراه، يعني ما تسافر ما والو الا بالامر ديال الرجل. دابا لا، المراه تقدر تهز ولادها وتمشي لاوروبا بلا ما تتشاور معاك. يعني انت راجل ما بقاش عندك الدور، باش نضرب بصالح العباره، يعني انت كراجل ما بقاش عندك الدور. شحال كانت المراه خاصها تشاور معاك، دابا لا، ما تشاورش معاك، تهز ولادها تمشي لاوروبا. هذا هو الاخطر في الامر. يعني مرتك دير اللي بغات، ما عندكش حق تهضر معاها. هادشي في المدونه، يعني الا هضرتي غتحاسب، يعني اوتوماتيكمون خاصك تشوف وسكت. يعني بحال اللي بغيت نفهم انا من هادشي، بحال اللي كيقولوا بنادم ما تزوجش، ولا الراجل راك انت ما بقيتيش راجل ما عندك حتى شي دور. قولي التعليقات ديالكم شنو بان لكم نتوما. انا على ما بان لي في هادشي الخوت بان دابا حاليا لا تزوجتي وتكون مع مرتك في الفراش، انت خاصك توحوح في بلاصتها. هادشي اللي بان لي انايا. شنو بان لكم نتوما في هادشي؟ تحياتي.